غرير العسل ما كيتعداش نص متر، ولكن أي حيوان شافه كيبدل طريقه، كيعيش بوحده، ما كيتجمعش مع الجماعات. عنيد، غاضب، جريء، وما كيهتمش لا بالحجم لا بالقوة. كاين فيه واحد التناقض غريب، جسم صغير وسلوك ديال وحش أسطوري. فالغابة ما كاين لا كبير لا صغير، كاين اللي كيبقى حي، وهذا السيد من الباقيين. من إفريقيا حتى آسيا جرير العسل كيتواجد فكل بلاصة قاسية، الصحاري الحارة، الغابات، وحتى المرتفعات الجافة. كاين فين ما كاين الخطر كيختار المناطق اللي فيها أفاعي، عقارب، وضباع. بحال إلا كيتغذى على التحدي. الناس كتسأله علاش كيمشي يعيش في المناطق اللي حتى الأسود كيتفادوها؟ الجواب بسيط، الخوف ما دخلش في قاموسه. قدام الكاميرا كبرى سامة طولها متران، كتتسلل بين الأعشاب والعينين ديالها كيلمعوا في الظلام. غرير العسل كيشوفها وكيتقدم خطوة بخطوة، الصمت كيعمر الجو. الكوبرا كترفع راسها وتفتح فمها، ولكن قبل ما تهاجم يهجم هو، عضة قوية في العنق، صراع عنيف، كيتدحرجوا في الأرض بحال مقاتلين. الكوبرا كتموت، ولكن السم دخل لجسمه، كيتمايل، كيسقط، كيبان ميت. الدقيقة تمر وكيوقع المستحيل، كيتحرك، كينوض، وكيتنفس بصعوبة. رجع للحياة، السم ما دار فيه والو، الموت خسر المعركة. العلماء بقوا حايرين، جلد سميك بحال الدرع ما كيدخلش فيه السم بسهولة، وجسم كيعرف كيفاش يعالج راسه بسرعة. خلايا الدم كيتبدلوا بسرعة جنونية، المناعة ديالو خارقة، بحال شي نظام داخلي مبرمج للبقاء. حتى لدابا العلم ما قدرش يفسر كيفاش كيموت بعد السم، كأن الطبيعة دارت فيه معجزة صغيرة. غرير العسل ما كيهجمش باش ياكل فقط، كيهجم باش يبرهن. كل اللي كيشوفه كيشهد انه مخلوق ما كيعرفش التراجع. يشوف الاسد كيعرض عليه القتال، يشوف الضبع كينفخ فيه وكيهاجم. الصوت دياله بحال زئير صغير، ولكن كيخلي الصمت يعمى. حتى الاسود كيرجعوا اللور. فالغابة مفيش الكبير، فيه اللي ما كيتراجعش، وغرير العسل هو القائد ديال هذا النوع. ليل مظلم، ريح كتدور، مجموعة ديال الضباع كتحاصر غرير العسل، كيضحكوا بديك الضحكة ديالهم المعروفة، 3 ضد 1. هو واقف ما كيتحركش، كيختار الكبيرة فيهم وكيهجم. عضة قوية في الرجل، الدم كيسيل، والضباع كيتخربقوا. في لحظة كل شي كيهرب. غرير العسل باقي واقف، مجروح ولكن شامخ، بحال جندي انتصر في حرب ضد جيش. غرير العسل ما كيهجمش باش ياكل فقط، كيهجم باش يبرهن. كل اللي كيشوفه كيشهد انه مخلوق ما كيعرفش التراجع. يشوف الاسد كيعرض عليه القتال، يشوف الضبع كينفخ فيه وكيهاجم. الصوت دياله بحال زئير صغير، ولكن كيخلي الصمت يعمى. حتى الاسود كيرجعوا اللور. فالغابة مفيش الكبير، فيه اللي ما كيتراجعش، وغرير العسل هو القائد ديال هذا النوع. هذا الحيوان عنده عقلية مختلفة، ما كيديرش الخوف في المعادلة دياله، ما كيعرفش يتراجع، ما كيعرفش يستسلم. في دماغه كاين نظام غريب، هاجم بقى حي، ما تخافش. كيتصرف بمنطق بسيط ولكن فتاك. كاين في ذكاء ديال الغريزة وفوضى ديال الجنون، بحال مقاتل قديم فاقد للخوف، وهذا الشيء اللي خلاه أسطورة. غرير العسل صياد محترف، ما كيعتمدش على القوة فقط بل على الدهاء. كيشم الريحة من بعيد، كيتبع الأثر، وما كيتراجعش حتى يصطاد. كيأكل الزواحف، الطيور، العقارب، وحتى البيوض ديال الحيوانات. مرة كيتصور وهو كيسرق اللحم من الأسود، ما كيبل يهش الخطر، هو الخطر. الاسم دياله في المغرب عسيلجة من حبه الكبير للعسل. كيهجم على خلايا النحل، آلاف النحل كيتلسعوه، ولكن هو ما كيهتمش. جلده بحال درع كيحميه من اللسعات. كيخرج ملسوع مدمع ولكن مبتسم، فمه عامر بالعسل، والنحلة يتفرق بحال جيش خاسر. عسيلة عنده طاقة غريبة، أي مخلوق كيقرب منه كيهجم بلا تفكير. حتى الكاميرات الوثائقية كتصوره من بعيد. مرة شافوه كيهجم على إنسان كان كيوثق المعركة، عنيد لدرجة الجنون. وهذا الجانب اللي كيعطيه الهالة دياله، مخيف وغامض،
بحال شي روح برية خارجة من رحم الأرض. الأبحاث الحديثة كتكشف إن جسم غرير العسل كيقدر يعالج نفسه من أخطر السموم. الدم دياله فيه بروتين خاص كي يساعده يتعامل مع السم بحال دواء. الخلايا المناعية دياله كتحيد الضرر بسرعة. يعني فعلاً مخلوق مصمم بش ينجح. هذا المخلوق الصغير كيبين لينا إن الطبيعة فيها معجزات حية. فإفريقيا كي سميوه المجنون الشجاع، في المغرب كي سميوه عسيلة، في الهند الوحش المقدس، وفي العالم معروف بأنه اللي ما كيعرفش الخوف. كل هذه الألقاب ما جاتش من فراغ. غرير العسل دار تاريخ في العالم الحيواني، رمز للبقاء وللشجاعة اللي ما كتخضعش حتى للموت. تخيل تكون صغير وسط عالم كياكلك إلا ضعيف، وتقرر ما تخافش، ما تهربش، ما تطيحش. هذا هو غرير العسل، بحاله بحال الإنسان اللي كيتقاتل مع الحياة يومياً، كيطيح، كينوض، وكيقول ما غاديش نخاف، ما غاديش نستسلم. حتى الإنسان ما سلمش منه. كاينين وثائقيات كيبان فيها كيهجم على معسكرات الصيد، كيقلب الأفف، كيسرق الماكلة، كيكسر الحوايج. عنده شجاعة أقرب للتهور. مرة تصوروه كيهجم على ثعبان بيديه الصغيرتين، وكيقضي عليه بحركة دقيقة بحال نينجا ديال الغابة. الناس تفرجوا فيه وما صدقوش عيونهم. غروب الشمس والسكون كيغطي البراري. غرير العسل كيمشي بخطوات ثابتة، الغبار كيتطاير وراه. هو الحيوان اللي علم العالم شنو هي الشجاعة. واجه الموت وابتسم، قاتل السم وضحك، وغلب الخوف بلا ما يكون كبير. لأن القوة الحقيقية كتسكن في القلب، ماشي في الحجم. إذا عجبك هذا الفيديو ما تنساش دير لايك وتشترك في القناة باش توصلك الحلقات الجاية. راك مازال ما شفت والو، اللي جاي أقوى، أغرب وأعمق بالزاف. القناة ديالنا ماشي غير فيديوهات، هذا القناة رحلة عبر الزمان، عالم فيه الحقيقة كتدوز حدا الخيال، والغموض كيغلب على كل منطق. إلا كنت من الناس اللي كيعشقوا القصص اللي فيها عبرة وتشويق وغموض، فراه انت في المكان الصحيح. دعمك بسيط ولكن راه كيصنع الفرق الكبير، وكيعطينا القوة باش نكمله ونزيدوا نكتشفوا المجهول. شارك الفيديو مع أصحابك وخليهم يعيشوا نفس اللحظة، نفس المتعة ونفس الدهشة. وما تنساش تكتب لينا رأيك في التعليق، لأن تعليقك هو الشرارة اللي كتولد الحلقة الجاية. بقاو معانا، الرحلة ما سالتش والأسرار باقي ما تكشفتش بعد.